السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواني الكرام، إليكم هذا الخبر. كشف معاون مدير كهرباء النجف علي شنشول الجمعة عن سببين انقطاع الكهرباء التام في العراق. وقال شنشول بحسب الإعلام الرسمي أن الكهرباء انقطعت في عموم البلاد، وأضاف أن هناك أسباب عديدة وراء هذا الانقطاع، منها قلة تجهيز الغاز والاستهدافات المتكررة لخطوط نقل الطاقة وأخرى في محافظة صلاح الدين وديالى. من جانبها أرجحت مديرية توزيع كهرباء ديالى سبب الانقطاع إلى عارض فني تسبب بإيقاف محطات التوليد في عموم البلاد، وبينت الآن بدء محطات التوليد بإعادة توليد الطاقة الكهربائية لإعادة كافة خطوط 132 كيفي للعمل تدريجيا. في النهاية أتمنى لكم أخواني الكرام كل الخير والسلامة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.